مديرة المدرسة بتاعة الطفل ياسين لما دخلت في مداخلة إعلامية واتكلمت استفزت الناس كلها. كل الناس قالت إيه البرود اللي هي فيه ده، جايبة منين الثبات الانفعالي ده؟ محامي ياسين لما اتسأل عنها قال إنها كانت بتدافع عن الجاني وكانت بتتستر عليه. يعني مثلا في أقوالها قالت إن المتهم أو الجاني اللي هو المشرف المالي على المدرسة كان بيجي يومين بس، اثنين وخميس، وإن الطفل ياسين قعد 3 شهور ما بيجيش المدرسة في اليومين دول، الاثنين والخميس. يا سلام. فالمحامي طبعا وصل لدفتر الحضور والانصراف بتاع الطلاب، فوجد إن ياسين في ال3 شهور دول حضر 17 يوم، اثنين وخميس، ما عدا كام يوم بس كان يا حبيب قلبي تعبان فيهم، تعبان زي كل الأطفال ما بتتعب. وقال كمان إن ياسين قدام النيابة العامة لما دخل غرفة التحقيق دخل لوحده، نحو والدته على جنب علشان ما يقولوش إنها شاورت له أو غمزت له أو عملت له أي إيماء براسها، علشان يتكلم لوحده. وجابوا حوالي 4 في نفس سن المتهم وواجهوا ياسين بيهم، وياسين شاور عليه مباشرة. والد ياسين كمان في مداخلة صوتية قال: أنا أكتر حاجة مفرحاني إن ياسين شاف المجرم في القفص، وإنهم وهم خارجين قال أنا حبسته، وقال إن ده هيكون له عامل كبير في علاج ياسين النفسي. وقال كمان إن رحاب والدة ياسين استحملت كتير جدا في خلال السنة اللي كانوا بيسعوا فيها إنهم يجيبوا حق ياسين، وإنها برغم التعب ما كانتش بتيأس أبدا إنها تجيب حق ابنها. ربنا معاكم يا رب ينصركم، كلنا بندعي لكم إن يجيب حقكم ويخلص منهم، إن كان المتهم الجاني أو العصابة اللي كانت حواليه. وكلنا بنطالب بالقصاص منهم، المديرة والناني والمدرسة، وخصوصا الناني اللي كانت بتسلمه بإيديها للمجرم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.